راغب اللي مش عاجبك وحطه في دماغك ومأجر رجاله علشان يفضلوا قاطرينه، وكل اللي في دماغك انك تأذيه، هو اللي راح علشان يخلص الموضوع ويخلص ابنك. راغب ماله اصلا بالحكايه دي؟ ما احنا اتصلنا 100 مره بيك وما بتردش، اعمل لك ايه؟ اول ما عرفت الموضوع قلت انا هتصرف، كان هو هناك خلاص وصل وبيخلص الموضوع. طب اسمع بقى يا اخويا القصه دي. راغب هو اللي كان ورا قتل حمزه. ايوه هو اللي كان ورا قتل حمزه، وكان ورا موضوع مسعود، وهو اللي غدر بيه، ودلوقتي عايز يصفي يحيى زي ما حاول يصفينا انا وانت، وراجع عشان يكوش على كل حاجه، وانت مصدقه وبتساعده. انا مش قادر اصدقك، مش قادر اصدق. انت من ساعه راغب ما جه وانت خلاص اتجننت، كل اللي في دماغك هو راغب. يا بني ادم بالعقل، راغب هيحط ايده في ايد عمك وابن عمك اللي حبسوه زمان وحرموه من مراته؟ يعني واحد مفيش وراه مصايب وكويس، ازاي في ناس بتجري وراه وعايزه تموته بالطريقه دي؟ دول فجروا عربيته، ده تفكير عصابات مش ناس عاديه عايزه منه اي حاجه. وفي كمان بنت راجع معاه من لبنان، لما سالت عليها لقيت عليها كلام كتير. بنت مين؟ انا لسه بدور وراها، زي ما بدور وراه وهعرف كل حاجه، بس الاول ارجع يحيى. طب اهدى اهدى، انا ما اعرفش اتكلم بالطريقه دي ابدا، اهدى عشان نعرف نفكر بعقل. لما نشوف اخرتها يا موسى مع ابن امال. لا لا لا، ده كتير، ده كتير بجد. بقول لك ايه، ما تشرب لك جردل قهوه يمكن تفوق، ولا اقول لك ابنك وهنا نديم ما هنش عليا ما يباتش في حضنك النهارده زي ما اتفقنا. خد بالك منه. تصبح على خير.